السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود رمضان، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومشهور بين الأطفال خصوصا في المدارس والحضانات، وهو الجدري. يمكن تلاقي ابنك أو بنتك في يوم سخنوا فجأة، وبعد يومين جسمهم بيبقى مليان نقط وفقاعات صغيرة جدا. ساعتها القلق بيزيد، وهل هيتنقل في البيت؟ طب هو هياخد وقت قد إيه؟ طب هيحصل منه مشاكل خطيرة؟ في الحلقة دي هنمشي خطوة بخطوة وهنفهم ايه حكايه الفيروس ده، بيتنقل ازاي، اعراضه شكلها ايه، طب ايه العلاج الصح ليه، وامتى لازم نروح للمستشفى، وازاي نخفف على الطفل التعب ده لحد ما يعدي المرحله دي بامان. يعني ايه جدري مائي؟ الجدري المائي ده مرض فيروسي سببه فيروس اسمه فارسيلا زوستر. الفيروس ده بيحب الاطفال اكتر، وبيظهر في شكل طفح جلدي وفقاعات صغيره مليانه سائل. الميزه الوحيده فيه ان الطفل لو جاله مره غالبا مش هتجيله تاني طول العمر، لان الجسم بيكون مناعه قويه ضده. الفيروس ده بيتنقل ازاي؟ الفيروس ده ذكي جدا وسهل الانتشار، بيتنقل عن طريق النفس، اسكان عطس او كحه، او حتى لو بتكلم شخص قريب منك، او لو لمسنا الفقاعات او الحاجات اللي لمسها المصاب. والاهم ان الطفل بيبقى معدي قبل ما الطفح بيظهر بيومين، وبيفضل معدي حتى لو الفقاعات نشفت تماما وعملت قشور. طيب الاعراض بتبدا ازاي؟ بتمشي مرحله مرحله. اول حاجه قبل الطفح ما يظهر بيومين بيحصل حراره عاليه وصداع وكسل، وتلاقي الطفل اصلا مش عايز يلعب ولا ياكل. تاني حاجه بدايه الطفح هتلاقي نقط حمراء وصغيره طالعه في الوش والصدر، النقط دي بتكبر وتتحول لفقاعات شفافه. رابع حاجه قشور، فقاعات بتنشف وتعمل قشور بنيه وبعد كده بتقع. الطفح غالبا بيظهر على دفعات، يعني ممكن تلاقي فقاعات جديده بتطلع كل يومين. الحكه اكتر حاجه بتضايق، الحكه ممكن تبقى صعبه جدا، حتى هتلاقي الطفل بيحك بأي طريقة، لكن الحك المستمر ممكن يسيب علامة أو يعمل عدوى بكتيرية في الجلد. عشان كده لازم نقص أظافره ونحاول نهدي الحكة بأي لوسيون أو كريمات. طيب هل الجدري المائي خطير؟ في المعظم لو الطفل صحي يبقى لا، بيخف من 7 ل 10 أيام، لكن في حالات معينة جدا لازم ناخد بالنا منها. الأطفال اللي عندهم مشاكل في المناعة. تاني حاجة الكبار لو جالهم بيكون أصعب وأعراضه أشد. تالت حاجة الرضع اللي أقل من 6 شهور لو اتعدوا. رابع حاجة الحوامل، لأن العدوى في الحمل تأثر على الجنين. طيب ايه العلاج الصح؟ العلاج هنا هدفه يخفف الأعراض ويمنع المضاعفات. أول حاجة راحة تامة في البيت. تاني حاجة نشرب سوائل كتير جدا على قد ما نقدر، زي عصاير أو مية أو شرب. تالت حاجة خفض حرارة زي باراسيتامول. رابع حاجة نستخدم أي لوشن أو كريمات ملطفة للجلد علشان الحك. خامس حاجة نلبس قطن خفيف ونحاول نغسل إيدينا باستمرار. لو الطفل حالته أصعب أو حرارته عالية ممكن نستخدم دواء زي اسايكلوفير مضاد للفيروسات. إمتى لازم نروح للدكتور؟ فورا لو الحرارة مش عايزة تنزل خالص، أو لو الطفح وصل للعين أو حصل جروح فيها صديد. طيب إزاي نحمي بقية اللي في البيت؟ أول ما نعرف إن الطفل عنده جدري نحاول نعزله في البيت لحد ما القشور تنشف. أهم حاجة ما تستعجليش تفقع القشور وتسيبيها تقع لوحدها. تاني حاجة لو الفقاعات جوه الفم قدمي اكل طري وسهل البلع، وبلاش نستحمى بميه سخنه جدا، الدافي افضل. واهم حاجه الصبر، هي فتره وهتعدي. يبقى احنا كده عرفنا كل حاجه عن الجدري المائي، ايه هو وبيتنقل ازاي واعراضه والعلاج، المضاعفات اللي لازم ناخد بالنا منها كويس. لو عجبكم الفيديو شاركوه لاي حد عنده طفل، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي رايك في الكومنتات. سلام.